في شوية حاجات كده هي حاجات صح، بس هتبعد بعض الناس من حواليكي وهتخليهم مش حابين يتعاملوا معاكي. هعرفك ايه هي الحاجات دي، بس الأول عايزة أقولك إن مش عشان الناس مش بتحبك علشان بتقولي الصح أو بتعملي الصح تقومي تتنازلي عن الصح عشان ترضيهم. لا، كملي زي ما انت عادي. ايه هي الحاجات دي؟ إنك تكوني صاحبة رأي، إنك تكون ليكي شخصية مستقلة محدش يتحكم فيها غير أوامر الله مش رغبات الناس، إنك تعرفي تقولي لأ للحاجة اللي انت مش عاوزاها، إنك تحتفظي لنفسك بخصوصية عن خططك وأخبارك وماضيكي ومستقبلك، إنك تحطي حدود للناس وما تسمحي لهمش يستغلوكي أو يستبيحوا حياتك أو يمتهنوا كرامتك أو كرامة أهلك، إنك تهتمي بنفسك وتخلي راحتك وسعادة بيتك قبل أي حد، إنك تكوني هادية وصامتة وما تشاركيش في قعدات قالوا وقلنا، إنك تعتزلي أماكن المعاصي وجلسات السمر القائمة على سيرة الناس، إنك تركزي في إنجازاتك وتهتمي بزوجك وأولادك ونفسك وتكرسي وقتك كله لأسرتك، إنك تكوني سعيدة ومبسوطة من غير الناس اللي كتير منهم ممكن يدخل حياتك يبوظها. كل الحاجات دي هتبعد عنك أي حد حابب يحطك تحت سيطرته، حابب يحطك تحت الميكروسكوب. فتحرري من كل القيود دي واعرفي ان محدش له حكم عليكي غير ربنا عز وجل. كنت معاكم كنزي زهرة.